رمسيس الثاني المعروف بلقب رمسيس العظيم اللي كان واحد من أعظم ملوك مصر على مر العصور، وعشان عظمته دي بقى دايما عرضة للإشاعات والاتهامات اللي بتحاول تشويه صورته قدام المصريين. واحدة من الإشاعات دي هي إن رمسيس الثاني هو فرعون موسى اللي اتذكر في الكتب الدينية، وبالتالي لازم المصريين يتبرئوا منه ويهدوا كل آثاره. لكن لما نرجع للتاريخ هنلاقي إن أول ناس روجوا للإشاعات دي هم اليهود، اللي كان عندهم كره شديد للحضارة المصرية وبدأوا يربطوا تاريخهم الديني بالحضارة المصرية القديمة بأي شكل. تعال نرجع كده ونقول مين هو فرعون موسى أصلا. فرعون موسى هو الملك اللي كان بيحكم مصر وقت النبي موسى، واللي حصل بينهم مواجهات كتيرة جدا بسبب طلب النبي موسى بتحرير بني إسرائيل. لكن دايما فرعون موسى كان بيرفض لحد ما هربوا من مصر، وفرعون وجيشه طردوهم لحد البحر الأحمر وغرقوا فيه، واتدمرت كل آثاره زي ما ذكر القرآن الكريم. لكن مفيش أي مصدر تاريخي أو نقش مصري بيحكي القصة دي، وده طبعا مش معناه إن هي مش حقيقية، لكن ببساطة كل المعلومات اللي عن القصة دي جاية من الكتب الدينية مش من التاريخ. ولما نبص على تفاصيل حياة فرعون موسى في الكتب الدينية هنلاقي إن هو كان بيقول على نفسه إنه إله، وإنه ما كانش عنده أولاد، واتبنى النبي موسى وهو طفل حسب بعض التفسيرات. كان شخص قوي وصحته ممتازة لدرجة إنه جري ورا النبي موسى هو وجيشه لحد البحر الأحمر. القرآن بيقول: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني كل آثاره اتدمرت تماما. ده غير إنه مات غرقان في البحر الأحمر، وبعد كده جثته ظهرت لبني إسرائيل عشان يبقى عبرة ليهم. لحد النهارده مفيش عالم مصريات واحد قدر يحدد مين هو فرعون موسى، أو حتى الفترة اللي ممكن تكون حصلت فيها القصة. طب مين هو الملك رمسيس الثاني؟ رمسيس الثاني هو ملك مصر العظيم، وواحد من أكتر المصريين القدماء اللي حققوا إنجازات، لدرجة إن 9 ملوك من بعده سموا نفسهم رمسيس على اسم. ولما نبص على تفاصيل حياته هنلاقي إنه عمره ما قال إنه إله، وكان أكتر ملك بنى معابد للآلهة المصرية. ده غير إن كان عنده 100 ابن وبنت وما بناش حد، وفي آخر حياته كان عنده خشونة في العظام وما كانش قادر يتحرك، يعني مستحيل يكون طارد النبي موسى لحد البحر الأحمر. آثاره ما زالت موجودة لحد النهارده، وده عكس اللي القرآن بيقوله عن فرعون موسى اللي آثاره كلها اتدمرت. جسمه ما فيهوش أي دليل على الغرق والملح اللي في الموميا ده بسبب التحنيط مش البحر. ببساطة كده نقدر نشوف إن رمسيس الثاني وفرعون موسى شخصيتين مختلفين تماما. رمسيس كان عنده 100 ابن وبنت، وفرعون كان عقيم. رمسيس الثاني مات طبيعي وفرعون مات غرقان. آثار رمسيس الثاني ما زالت موجودة لحد النهارده، وآثار فرعون كلها اتدمرت. رمسيس الثاني في آخر أيامه ما كانش قادر يتحرك، وفرعون طارد النبي موسى لحد البحر. يعني ببساطة كده مفيش أي دليل تاريخي أو ديني بيربط بين الاتنين. طب ليه بعض الناس بتقول إن رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟ الإشاعات دي بدأت بسبب اليهود اللي حاولوا يربطوا تاريخهم الديني بالتاريخ المصري بأي شكل، وطبعا لأن كان رمسيس الثاني من أعظم ملوك مصر، قرروا فجأة كده إن هو لازم يكون الفرعون اللي تحدى النبي موسى، رغم إن مفيش أي دليل تاريخي أو أثري على كلامهم. وبعدها عالم فرنسي اسمه موريس بوكاي اللي كان أصلا دكتور باطنة مش عالم آثار روج للكذبة دي، والناس بدأت تصدقها من غير أي دليل حقيقي. وبسبب انتشار الإشاعة دي في العالم كل الأفلام الأجنبية عن قصة خروج بني إسرائيل كانت بتجسد دور رمسيس الثاني في فرعون موسى. احنا دورنا اننا نصلح المعلومات المغلوطة وننشر الحقائق بالدليل والعلم، وما نسمحش لأي حد يكتب تاريخنا بطريقته. الحضارة المصرية ملك لكل المصريين، ولازم نحافظ على تاريخنا وهويتنا ضد أي محاولات تشويه. لازم نكتب تاريخنا بإيدينا، مش نسيبه لأي حد يكتبه بالنيابة عننا. أنا وليد صفوت، وده برنامج كيميتاوي.